برنامج مباريات الجولة 20 من البطولة الاحترافية إنوي موسم 2025-2026. تتجه أنظار عشاق الكرة المغربية صوب الجولة 20 من البطولة الاحترافية إنوي، والتي تنطلق بقمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين، وتتواصل على مدار 3 أيام حافلة بالإثارة. السبت 9 من ماي 2026 الدربي الحارق يخطف الأضواء على الساعة 8 ليلا. يحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء الديربي البيضاوي رقم 135 بين وداد الأمة والرجاء العالمي. الرجاء يدخل المواجهة منتشيا بفوزه الثمين على المغرب الفاسي في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل، وهو الفوز الذي منحه صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة. في الجهة المقابلة نجح الوداد في تصحيح المسار بعد انتصاره على النادي المكناسي بهدفين نظيفين ليقفز إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة. أحد 10 من ماي 2026 4 مواجهات قوية. تنطلق مباريات اليوم الثاني على الساعة 5 مساء حين يستقبل اتحاد طنجة فريق الدفاع الحسني الجديد بملعب طنجة الكبير. أصحاب الأرض يبحثون عن فوز جديد يبعدهم عن منطقة الخطر، بينما يسعى الدفاع الحسني الجديد لخطف 3 نقاط ثمينة خارج الديار تقربه أكثر من كوكبة المقدمة. في الساعة 7 مساء تجرى مباراة في نفس التوقيت، الأولى بمدينة مكناس حيث يستقبل النادي المكناسي ضيفه نهضة بركان في لقاء يبدو متكافئا بين فريقين يستقران في وسط الترتيب. نهضة بركان يحتل المرتبة الخامسة برصيد 34 نقطة، بينما يأتي النادي المكناسي سابعا ب27 نقطة. وفي التوقيت نفسه يحل المغرب الفاسي ضيفا على اتحاد توارغا بالرباط الماس الجريح بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام الرجاء الرياضي بهدفين دون رد وضياعه للصدارة. يدخل المباراة بشعار الفوز فقط لاستعادة الريادة. أما اتحاد توارغا فلن يفرط في النقاط الثلاث على ملعبه سعيا لمغادرة المركز ما قبل الأخير، حيث يقبع برصيد 13 نقطة. وتختم مباريات الأحد على الساعة 9 ليلا بمواجهة حارقة في أكادير تجمع حسنية أكادير بالجيش الملكي. كلا الفريقين يبحثان عن استعادة التوازن بعد تعادل الجيش الملكي أمام أولمبيك آسفي وتعادل الحسنية أمام الدفاع الحسني الجديدي. حسنية أكادير يحتل المرتبة 11 برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الجيش الملكي ثالثا ب 37 نقطة ويريد الفوز للبقاء قريبا من الصدارة. الاثنين 11 من ماي 2026 ختام الجولة ب3 مباريات. تنطلق المواجهات اليوم الختامي على الساعة 5 مساء حين يستقبل أولمبيك آسفي فريق الفتح الرباطي، وأولمبيك آسفي متدير الترتيب 13 نقطة يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز. أما الفتح الرباطي صاحب المركز الثامن 25 نقطة فيطمح إلى العودة بالنقاط كاملة مباراة نقاطها لا تقبل القسمة على 2. وعلى الساعة 7 مساء يستقبل اتحاد يعقوب المنصور فريق الكوكب المراكشي. الكوكب يحتل المرتبة التاسعة برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد اتحاد يعقوب المنصور في المركز ما قبل الأخير 13 نقطة ويسعى للخروج من دوامة النتائج السلبية. وتسدل الستار على الجولة 20 في تمام الساعة 9 ليلا بلقاء نهضة الزمامرة وأولمبيك تشيرا، مواجهة متكافئة بين فريقين حيث يبحث أولمبيك تشيرا عن 3 نقاط للهروب من مناطق الهبوط، بينما يريد نهضة الزمامرة تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له البقاء بعيدا عن المراكز الأخيرة. جولة نارية بكل المقاييس.